عاملين ايه النهارده؟ الحدوته النهارده عن ولد قاعد طول النهار قدام التلفزيون، اما بابا ومامته كان نفسهم يطلع ضابط في الجيش، هو ابنهم الوحيد ونفسهم يبقى ضابط مهم. هو سمع كلامهم وقال لهم هفكر فيه طيب بس، وطلع اوضته. ما تنسوش تدوسوا اعجاب بالفيديو بتاعنا وتشتركوا في القناه عشان تشوفوا بقيه فيديوهاتنا. وتاني يوم قرر فعلا ان هو هيبقى ضابط، ودخل الجيش واتطوع وشاف الضباط بيتعاملوا ازاي. هو كان في الاول مش متحمس قوي، لكن شاف التدريبات حس ان هي صعبة عليه بس هتعمل منه راجل قوي. الاتوبيس راح على المعسكر وهو كان سعيد ان هو رايح مع الناس زمايله على المعسكر. الضباط قعدوا يقولوا لهم النهارده احنا في معسكر مهم هنطلع منه بشهادة قوية انكم تبقوا ضباط ولا لأ. الضابط طبعا كان بيزعق في كل العساكر عشان يبقوا أنشف ويبقوا أقوى. التمرينات صعبة جدا بس هم هيستحملوا عشان ياخدوا شهادة قوية، ودلوقتي اتعلموا ان هم يعملوا الخيم بتاعتهم. اما ده فكان قاعد مش بيتعلم يعمل حاجة. الضابط قال له يلا بسرعة اعمل الخيمة بتاعتك. هو كان قاعد عمال بيعمل نفسه بيعمل اي حاجة لغاية في الاخر ما عمل الخيمة بتاعته عشان الليل ليل. وتاني يوم بالنهار لموا خيامهم وقالوا هنروح المكان اللي بعده. الضباط فعلا عندهم طاقة قوية جدا. ودلوقتي هو كان عندهم تمرينات الغطس والنط في المية. يلا نشوف مين هيعرف يعوم أطول مسافة وهو نفس تحت المية. أما انت دورك، يلا بينا. كله عمال يعوم بمهارة قوية، وده عمال يقول المية باردة عليا حد يطلعني من هنا. وفي الآخر برضه بيعرف يوصل. هو بيوصل متأخر عن زمايله بس بيوصل. مفيش داعي ان زمايله يضحكوا عليه. اما بقى في دور النشان فهو كان نشانجي نمرة واحد. يا ترى هيعرف يوصل زي زمايله للنشان الشاطر؟ هنشوف. لا طبعا، هو بيتدلع طول النهار مع ان نظره على التلفزيون طول الوقت، بس زمايله نشانهم احسن منه بكتير. يلا يا عم دورك في النشان. اوبا، دي زميلتك عمالة تنشن كويس اوي، اما انت فجبت في الخانة البيضة اللي بره. دي حاجة صعبة جدا، انت محتاج مستواك يتحسن شوية عشان تعرف تاخد الشهادة زي زمايلك. عمالين يعملوا تمرينات وبمرور الوقت هو كان بيتعب بسرعة بس عنده أمل إن هو ياخد الشهادة زي زمايله. الضابط بيقوله اوعى توقف تمرين، كمل معايا. والضابط كان مركز قوي معاه إن هو يوصل بيه نفس مستوى زمايله. هوبا، كمان المرور من على الحبل، كل واحد عنده مهارات خاصة. أما أنت بقى ورينا مهارتك في إيه. لا يا عم أنا مش معدي. لا يا أخويا هتعدي لأن إحنا ما عندناش حد ما بيعديش. هوبا، ده شكله هيقع. وفعلا بيقع على الأرض وكل زمايله كالعادة بيضحكوا عليه. ودلوقتي جه ميعاد القصة بتاعت آخر اليوم. يلا انت مش موجود معانا، احنا مش مبسوطين ان انت حوالينا. هو قاعد بره شاف طور هجم على القائد بتاعهم وضربهم. ايه ده واحد متخفي في شكل طور وضرب كل زمايله. راح هو ناطط عليه وضربه على طول. الطور هجم عليه وقال له انا مش هسيبك في حالك، انا همسكك وارقدك زي زمايلك. هو طبعا أضعف من الطور بس هو عنده مهارة أساسية إن هو ما بيخافش خالص. الضابط التاني هجم على الطور وضربه وعرف إن الولد عنده شجاعة هو ما شافهاش قبل كده، وعشان كده يستاهل ياخد شهادة زيه زي زمايله. كل الناس في حفلة التخرج أخدت شهادات بس ده أخد شهادة تقدير زيادة. رجع البيت مبسوط عند باباه ومامته وقال لهم أنا اتخرجت من الحربية، شكرا ليكم.